نربح ميسي ان شاء الله. أنا من خلال هذا الفيديو نحب نقول بأنه إن شاء الله نفوز على الأرجنتين، ونحن كلنا على دين إبراهيم مازا عندما يقول إن شاء الله. إن شاء الله يا مازا بتفوز. ميسي ان شاء الله. كل الدعم لابراهيم مازا يلي قال نربح ميسي ان شاء الله، نربح ميسي ان شاء الله، ووصفوه بالارهابي. تخيلوا عم يقول ان شاء الله نربح ميسي، وصفوه بالارهابي الصحف الارجنتينيه والجمهور الارجنتيني يلي معظمه قذر. يفوزوا على ميسي إن شاء الله. هكذا أعلنها إبراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن، يعني عبارات تفاؤل رياضي طبيعية قبل مباراة مهمة. شوفوا احنا كأردنيين من الافضل انه الارجنتين تفوز على الجزائر عشان احنا نضمن انه نتأهل لكأس العالم، لأن الارجنتين اقوى. لكن احنا مع الجزائر بعد اللي صار مع ابراهيم مازا، وان شاء الله الجزائر بتفوز. وانا مع الجزائر ضد الارجنتين مهما كان يكون. يا رب ابراهيم مازا انت والجزائر الابطال تفوزوا على الارجنتين وتثبتوا للجمهور الارجنتيني مين انتم. جزائر حان الوقت كل العالم تعرف مين هي الجزائر. تخيلت انه تكون جماهير الارجنتين هاي لازم حملة لكل حدا عربي دعم المنتخب الجزائري، وحملة للمنتخب الجزائري لحتى يعرفوا مين وراء هالجمهور هذا ومين وراء المنتخب هذا. كل هذا بسبة كلمة إن شاء الله، مع أن هذه كلمة عادية كل مسلم ممكن يقولها في يومه عشرات المرات، وحتى كانوا يستهزئون ويقولون مستحيل أن الجزائر تفوز على الأرجنتين في كأس العالم. الله يرحم، نسينا يوم السعودية فازت على الأرجنتين في كأس العالم النسخة الماضية، وإن شاء الله الجزائر راح تسويها هالمرة. اللاعب اللي هو إبراهيم مازا في مباراة الأرجنتين والجزائر، كلهم كانوا يتوعدون انهم يبغون يشوفون دموع هذا اللاعب اللي هو ابراهيم مازا في مباراة الارجنتين والجزائر. تصريح اللاعب الجزائري ابراهيم مازا يا جماعة صاير ترند بشكل كبير جدا في الارجنتين. اللاعب قال ان احنا لا نخاف من الارجنتين، اوكي نحترم الارجنتين لكن لا نخاف منهم ونرغب في اننا نهزمهم، هذا هو الهدف، اننا نهزم الارجنتين في كاس العالم. فقال احنا لازم نتحلى بالهدوء ونعرف كيف نسيطر على المباراة ونروح نفوز عليهم وهم لا يخيفوننا. التصريح الجريء جدا هذا تناقلته وسائل الإعلام الأرجنتينية بشكل كبير جدا، زي ما أنتم شايفين الكل يتكلم على كيف أنهم عندهم هذه الجرأة في أنهم يتكلمون بهذا الشكل أمام بطل العالم. الكثير من الجماهير كان يتكلم بشكل سلبي صراحة وسيء جدا، ودخل في أمور أكبر من كرة القدم تنركلهم خارج البطولة. تخيل تصريح متاع كورة كيفاه هذم يسبوا في العرب ويسبوا في المسلمين على خاطر تصريح متاع كورة؟ كيفاه هذم مازال فما شكون باش يشجعهم في كاس العالم؟ راهو مازا ما عمل شيء، راهو مازا خرج بتصريح عادي، حب يعمل موتيفاسيون للشعب الجزائري. سألوا المذيع قالوا تنجموا تربحوا الارجنتين؟ قالوا نجموا نربحوا الارجنتين ونربحوا ميسي. تصريح كروي. طلع مازا تراند في الارجنتين، سبوا الشعب الجزائري، سبوا الشعب العربي، وصلت بهم الحال تسبوا في الدين الاسلامي متاعنا. فاهمين ولا كيفاه انت بعقلك؟ تصف الدولي الجزائري ابراهيم مازا بالارهابي على الصحافه الارجنتينيه، تصف الدولي الجزائري ابراهيم مازا بالارهابي على ماذا؟ على انه قال على انه قال بالحرف الواحد سنفوز على ميسي وعلى الارجنتين ان شاء الله. لذلك هذه الصحيفه لا ديريتشا دياريو وصفت ابراهيم مازا ب يعني هل هذا يعقل أن تصف لاعب بهذه المقولة أنه قال إن شاء الله؟ يعني شوفوا بلي الصحافة الأرجنتينية الله في هذا المنتخب هذا هو إبراهيم مازا، وكتسبوا فيها الأرجنتينيين ما حشمتوش. أطيب خلق الله في هذا المنتخب هذا هو إبراهيم مازا، ما تسمعش منه كلمة العيب. ¿Qué pasa con Argelia, Dali? Ibrahim Massa es alemán, nació en alemán, se crió en alemán y va a jugar en Argelia. Es una de las figuras que tiene el Bayer Leverkusen de la Bundesliga. Salió a decir, o mejor علم كرة القدم في ألمانيا وتولد في ألمانيا وجاي يلعب الجزائر، زعما راه هو غير تكوين ديال ألمانيا. هما ما شافوش النجم الأول ديالهم ميسي واش حياته كاملة قداها في الصبليون. That was the Algerian player Ibrahim Maza. He said the word inshallah, if God's will we will beat Messi in the World Cup. And Argentinian journalists and influencers who are ignorant are attacking him because of that simple word and calling him a terrorist, and they're cursing Islam and Muslims because of that word. Can you imagine
Because a player only used the phrase inshallah, if God will, they're calling him a terrorist for that. That's what happens when you're an uneducated journalist and big pages who just follow the trend. Even the word inshallah, all Muslims use it on their daily life. We can use it 10 times a day. Even a non-Muslim can use it. Even in Qatar 2022. Il est dans une sauce en ce moment avec les Argentins. En fait, dans une interview, il avait dit pour rigoler, hein. Il avait dit oui, on va gagner l'Argentine. Mais pour rigoler, tranquille, tu vois, détente, tu vois, il a pas dit ça méchamment. Oh, les Argentins l'ont pris au premier degré. Il est en train de se faire terminer en Argentine. Mais les gars, tranquille, c'est Ibo, il est gentil. Oh, yeah!